السلام عليكم. الساعة 9 صباحا. الوجهة المقاهي. المناسبة أول مباراة للمنتخب الوطني المغربي بكأس العالم. المباراة اللي تلعبات مع 11 ديال الصباح بالتوقيت المغربي. كل شي فاق بكري والسبب حب الوطن. اختبار الأول للمنتخب المغربي كان أمام المنتخب الكرواتي. إلا قلنا كرواتيا كنقولو بيريزيتش، كوفازيتش ومودريتش، الحاصل على الكرة الذهبية للموسم الماضي، والعديد ديال اللاعبين الممتازين. أما المنتخب المغربي فدخل بالتشكيلة التالية: ياسين بونو في حراسة المرمى، المدافعين نايف آكرد، سايس غانم، واللاعب نصير المزراوي وأشرف حكيمي. في وسط الميدان أملاح وأناحي وأمرابط. أما في الهجوم فدخل بزياش وبوفال ونصيري. الماتش كان ملعوب في وسط الميدان ونادرا ما كنشوفو شي هجمة من الطرفين. البيت وفي كل مكان في كل شيء في الوطن العربي من المحيط الى الخليج كل نادي المغرب كما كان بالامس السعوديه وكذلك المنتخب التونسي وقبل العنابي ننتظر منه ردة الفعل امام سعود التيرانجا. انتهت المباراة ب0-0. النتيجة كانت مرضية نوعا ما لأنه الخصم ما كانش سهل. غالبية الجماهير الوطنية كانت راضية على التعادل، حيت عارفة كرواتيا وصفة بطل كأس العالم النسخة الماضية. في رأيي الشخصي أحسن لاعبين في مباراة المنتخب الوطني المغربي كانوا هما الحارس ياسين بونو وأمرات، وما نساوش عطية الله اللي دخل في الشوط الثاني وقدم أداء رائع. أما أكبر نقطة سوداء في المباراة فكان اللاعب أناحي اللي كان تايه، إضافة إلى اللاعب الزلزولي اللي دخل في الشوط الثاني وما قدم حتى شي حاجة. أما بالنسبة للاعب عبد الرزاق حمد الله، اللاعب ما نقدروش نحكمو عليه في 10 دقائق، وتقريبا ما تعطتلو حتى شي كرة في الدقائق الأخيرة اللي كانت بقات في المباراة. الشيء الوحيد اللي بان عليه أنه لاعب ثقيل شوية. كنتمنى في الماتش الجاي نشوف عبد الرزاق حمد الله منذ البداية، لأنه على الأقل غادي يقدم واحد الأداء أحسن من اللاعب النصيري اللي ما شفناش في المباراة. كنتمنى يستافدوا من أخطاء هذه المباراة باش يقدموا لنا شي مباراة تاريخية مع المنتخب البلجيكي. وفي رأيي الشخصي إلا دخل في المقابلة المقبلة حمد الله في مكان النصيري ودخل اللاعب الصابري في مكان أناحي فغتكون المقابلة أحسن من اليوم. وفي الأخير كنبغي نشكركم على الدعم ديالكم والتشجيع ديالكم، وبالدعم ديالكم غادي نقدموا الأفضل إن شاء الله. وخلي معك واحد اللايك للفيديو ودير ابوني الا مازال ما مشترك في القناة. والسلام عليكم.